دابا غادي نبداو بالكاوكاو. كنزيدو ليه غير شويه ديال الزيت باش يتحمر لينا مزيان ويشد داك اللون الزوين، ومن بعد غادي ندخلوه للفران باش يكمل التحمار ديالو على خاطرو. يلا حبابي، من بعد ما تحمر لينا الكاوكاو وحنا هنا خدامين بنص كيلو ديال الكاوكاو، غادي نزيدو ليه واحد الباكيه ديال الهرنيس وحتى كاس الا ربع ديال السكر. والحلاوه هنا على حسب الذوق ديالكم، كاين اللي كيبغيها حلوه وكاين اللي كيبغيها خفيفه. ودابا غادي نطحنوا هذا الخليط ونقولوا بسم الله. خاصو يطحن مزيان باش من بعد يعطينا واحد القوام زوين في الخلطه. شوفوا حبابي، ها هو من بعد ما طحناه، شوفوا غير كيفاش جا القوام ديالو، بدا كيبان مزيان وبان عليه واجد للمرحله الجايه. دابا غادي نديروه في الزلافه ونزيدوا عليه 2 معالق ديال الكاكاو باش يعطينا واحد اللون والمذاق الغزال. ومن بعد كنزيدوا 2 معالق ديال الكونفيتور، وهاد اللمسه كتعطيه واحد الحلاوه زوينه، وحتى التماسك ديال الخليط كيتبدل للاحسن. ومن بعد غادي نزيدوا 2 معالق ديال الزبده باش يولي الخليط اكثر نعومه ويعطينا نتيجه هشيشه وغزاله. ودابا غادي نزيدوا بيضه وحده وغادي نشوفوا القوام. الا لقيناه مازال قاصح راه غادي نزيدوا بيضه اخرى. وبالفعل حيت لقيناه باقي شويه قاصح غادي نزيدوا بيضه تانية ونزيدوا حتى خميره الحلوى. ومن بعد غادي نبداو في الخلط مزيان. من بعد كنبقاو كنخلطوا على خاطرنا حتى كيتجمع لينا الخليط كامل. وهنا خاصكم تردوا البال، الا جاكم قاصح زيدوا ليه البيض شويه بشويه باش يجيكم القوام مضبوط. شوفوا هكا كيفاش خاصو يولي يجمع معاكم، ومن بعد خليه يرتاح شويه وعاد رجعوا ليه وكملوا الخدمه. دابا غادي ندهنوا الطاسه بشويه ديال الزيت باش ما يلصقش لينا الخليط، خصوصا الا ما كانش عندكم ورق الطهي. المهم غير تدهنوها مزيان. ودابا غنفزقوا يدينا بشويه ديال ما الزهر باش ما يبقاش الخليط يلصق لينا، ونبداو نشكلوا كويرات على القياس اللي بغيتي. كل وحده تقدر دير الحجم اللي كيجيها مناسب. باش يشد لينا السكر مزيان خصكم تحطوا كميه زوينه ديال السكر في الطاسه، ومن بعد كتكوروا كل وحده في هذا السكر حتى تتغطى مزيان من جميع الجهات. وهنا هو السر ديال داك الشكل الغزال من برا. وكل وحده ديريها بالحجم اللي بغيتي، الا بغيتيها كبيره ديريها كبيره، وإلا بغيتيها صغيره ديريها صغيره، كل واحد والذوق ديالو. وفاش كتلقاي الخليط بدا كيلصق رجعي فزقي يديك شويه بما الزهر وغادي يسهل عليك التشكيل بزاف. المهم هاد المعلكه كتجي غزاله بزاف، وإلا جربتوها غادي تشوفوا النتيجه بعينيكم، وخصوصا مع العواشر اللي جايين راها وصفه زوينه واقتصاديه وكتسهل المأموريه بزاف. ومن بعد خاصكم تستعملوا سكر كلاصي سبيسيال، ماشي اي سكر، حيت هو اللي كيهز مزيان في الحلوى وكيعطي هذاك الشكل اللي كنقلبوا عليه. وحتى الا طاح شويه في التبصيل ما تخافوش راه عادي. ودابا غادي نبس عليها شويه بالمعلقه، غير لمسه خفيفه باش منين طيب تجي مشققه معلكه وغزاله بزاف. هذه هي اللمسه اللي غادي تعطيها الشكل المميز ديالها. شوفوا غير راس المعلقه تبركوا عليها شويه هكا غير باش السكر يشد فيها مزيان وصافي. من بعد غادي ندخلوها للفران. ها هي دابا دخلات الفران، وفي الاول غادي نخليوها غير من الفوق باش تشقى وتعطينا داك الشكل الزوين، ومن بعد عاد نهبطوها لتحت باش تكمل الطياب. ومن بعد ما طابت ها حنا جبدناها من الفران، وشوفوا غير كيفاش جات الروعه. ودابا غادي نهزوها بشويه ونرطبوها في الطبسيل، وحنا خليناها تبرد شويه قبل ما نهزوها حيت تبارك الله هشيشه بزاف، وإلا ما خليتوهاش تبرد غادي تلقاو صعوبه باش تهزوها بلا ما تهرس. راه جات زوينه بزاف، وشوفوا غير كيفاش جات. وحتى العيد راها غزاله وما كتخسرش عليها بزاف حيت معموله بالكاوكاو وماشي بحال اللوز اللي كيجي غالي، ومع ذلك النتيجه جات راقيه بزاف. ها هما شوفوا غير كيفاش كيجيو من الداخل، واحد التعليكه غزاله بزاف، وهذا هو الشكل اللي كيجعلها فعلا تستاهل التجربه.